نعود مرة أخرى إلى كتاب أحمد سيدات اللي هو كتاب عتاد الجهاد، ونتكلم عن خرافات غير معقولة جاء ذكرت في كتابه عن أنها أتت في الكتاب المقدس، ومنها موضوع أكل البراز وشرب البول، موضوع قبيح. فما رأيك؟ ما هو بينتقي بعض الحاجات علشان خاطر ينتقد الكتاب المقدس انه بيتكلم عن هذه الامور القبيحه. نعم. لكن هو نسي ان الكلام ده كلام قائد جيش الاعداء بتاع بني اسرائيل، كان اسمه ربشاقي. المترجم جاب لنفس النص بتاع الكلام قائد مملكة أشور، كان بيهدد شعب الله وبيقول لهم ان انا هخلي الجالسين على السور يأكلون عذرتهم ويشربوا بولهم. حتى شوف الألفاظ اللي انتقاها الكتاب المقدس، عذرتهم، لكن الراجل عايز يحطها في قالب قبيح فقالها باللفظ اللي مش نظيف يعني. طيب دلوقتي ده كلام جيش الأعداء، قائد جيش الأعداء، لكن هو ما علقش على الموضوع، حطها كده وبس. ليه؟ عشان يوهم السذج من المسلمين ان الكتاب المقدس بيؤمر باكل البراز وشرب البول. حاجه غريبه قوي. الأصحاح الرابع. وتأكل كعكا من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. وقال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. فقلت: يا سيد الرب، ها نفسي لم تتنجس، ومن صبايا إلى الآن لم آكل ميتة أو فريسة، ولا دخل فمي لحم نجس. فقال لي: انظر، قد جعلت لك خفي البقر بدل خرء الإنسان، قد جعلت لك خفي البقر بدل خرء الإنسان، فتصنع خبزك عليه. حتى شوف الألفاظ اللي انتقاها الكتاب المقدس، قد جعلت لك خفي البقر بدل خرء الإنسان. حتى شوف الألفاظ اللي انتقاها الكتاب المقدس، قد جعلت لك خفي البقر بدل خرء الإنسان، فتصنع خبزك عليه. حاجه غريبه قوي، تدليس وكذب وافتراء.